السلام عليكم اخواتي. الوصفه ديال اليوم غادي نقدم لكم خبز ديال الساندويتش اللي غادي يكون معمر بمكونات بسيطه. اذا في مقلاه كندير 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون، كنخليهم يسخنوا، كنضيف جزره محكوكه بحكاكه غليظه، ثم بصله متوسطه مشلضه، اذا كنحرك مع الزيت. بعد ذلك كنضيف نص معلقه صغيره ديال 3 الانواع ديال التحميره، حاره وحلوه ومدخنه، ثم كنضيف شويه الملح، شويه البزار وشويه الكمون. اذا في خلال هذا الشهر ان شاء الله، الشهر الفضيل ديال رمضان، اذا غنحاول نحاول ندخل نكهات مغربيه. بعد ذلك كنضيف 2 علب ديال الطون اللي كنكون حيت منهم الزيت ديالهم، ثم شويه ديال الزيتون اسود، ومعلقه كبيره خليط من المعدنوس والقزبر. اذا نحرك 2 ديال الدقائق تنسجموا العناصر، ثم كنطفي ونخلي هاد العماره ديالي تبرد. كندوز المرحله الثانيه وانني كنوجد العجينه ديالي. اذا بعد ما غربلت خليط من الفينو والدقيق الابيض، اذا الفينو 150 غرام والدقيق الابيض 250 غرام، يعني في المجموع 400 غرام. بعد ذلك كنضيف معلقه صغيره ديال السكر الخشن، 2 معالق كبار ديال الحليب المجفف، ثم خميره 10 غرام، 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون، وما ننساش الملح على حسب الذوق. ثم اذا كنحرك بالمدافي. هذا القياس ديال المدافي تقريبا 150 مليلتر. اذا كيزيدوا ولا ينقصوا على حسب مدى امتصاص الدقيق للماء. اذا المهم ان العجينه في الاخير تكون بانها كتلصق يعني ولينه. بعد ذلك كنكمل الدلق ديالها. اذا في سطح العمل كما كتلاحظوا كتكون لينه. اذا كندلكها تقريبا 10 ديال الدقائق باش كتصبح مطاطيه. اذا كيسهل عليا الدلك ديالها. هذا هو القوام ديالها. اذا كتكون رطبه، اذا كنكورها، نكون منها خويزه. اذا كنرش شويه ديال الدقيق الابيض، كنديرها في اناء ونخليها ترتاح. اذا وكتخمر في الاخير، ثم كنغطي عليها بكيس بلاستيكه. وبعد ذلك بعد ما كتمر هذه المده، كناخذ العجينه ديالي، كنكورها بشكل طولي. كورها يعني كنديرها بشكل طولي. كنحاول نرش بالدقيق لانها كتلصق. بعد ذلك كنكون منها كويرات صغار. اذا في هذا القياس عطاني 6 ديال الخبيزات. بعد ما كورتهم، اذا كنغطيهم باش ما يقصاحوش، كنخليهم يرتاحوا 5 ديال الدقائق. وبعد ذلك كنبدا ناخذ الخبيزه الاولى، كنسرحها اذا بالمدلك. دائما ما ننساش نرش دائما بالدقيق باش ما تلصقش ليا على سطح العمل. وداك الزياده ديال الدقيق نحاول بانني نزولها اذا بالشيته. اذا كنسرحها جيدا بشكل طولي. ثم بعد ما قسمت العماره ديالي 6 ديال القياسات، اذا معاهم نسبه نفس القياس ديال الموتزاريلا اللي حكيتها، كتكون محكوكه غليظ. بعد ذلك كنعمر يعني بعد العجينه الاولى،
كنرش عليها بالموتزاريلا، وبعد ذلك كنسدها بهذا الشكل. يعني كنبدا من الوسط، باش نتحكم فيها. كنبدا من الوسط، كناخذ دوك الجوانب ديال العجين من جهه ومن الاخرى، ثم كنسوديهم مع بعضهم البعض. وبعد ذلك اذا نكون منهم العجين بشكل طولي، وكنزول هذاك الدقيق اللي زايد. غنصوب معكم على الخبيزه الثانيه. كما كتلاحظوا لما رشيناش اذا كتلتصق مع سطح العمل. هادول كنحاول بانني نسرحها تقريبا تكون واحد 3 ديال المليمترات في السمك ديالها. كندير العماره ديالي، كنرش بالموتزاريلا، بعد ذلك كنجمع من الوسط دوك الحواشي ديال الخبيزه. كنتاكد نسوديهم مزيان، كنتاكد بان العماره ما غتخش. وهكذا كيكون عندي هاد الخبيزه بشكل طولي اللي هو خبز ديال الساندويتش. كنحاول نضغط عليهم الرؤوس ديالهم باش كيعطوني هذا الشكل. كنديرهم في الصينيه اللي غندخلها للفران، كتكون مدهونه بالزيت. وبعد ذلك كنوضع نوجد بيضه، غير الصفر ديال البيضه، كنضيف ليه بعض القطرات ديال الخل. وبعد ذلك كندهن الوجه ديال الخبيزه ديالي بالبيض. كنكون سخنت الفران تقريبا واحد 10 ديال الدقائق على قياس ديال 180 درجه. بعد ما دهنت بالبيض اذا كنحاول بان يعني كنزينهم اذا بحبوب ديال الجنجلان ولا غيرها من الحبوب. اذا بعد ذلك كندخلهم الفران كما قلت 180 درجه لمده 20 دقيقه. اذا بعد ما دازت المده نتحمروا جيدا كما لاحظتوا. اذا كيكونوا يعني الشهوه منهم في القياس ديالهم ذهبيين. اذا كنخرجهم نخليهم حتى يبردوا. وبعد ذلك لاحظوا كيفاش كيجيو رطبين، والعماره ديالهم من الداخل كتجي لذيذه يا سلام. اذا كنتمنى بان يعجبكم، وشكرا لكم، والى اللقاء في فيديو اخر.